السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احباب الله؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل اكله من ايام زمان، الايام الجميله الحلوه، اكله اقتصاديه جميله جدا ومغذيه في نفس الوقت، على قد الايد ومغذيه في نفس الوقت. اكله من ايام جدتي الله يرحمها. معايا هنا كوبايه فول مدشوش مغسول كويس ومنقوع لمدة 5 ساعات، ومعايا بصلتين متقطعين مكعبات، ومعايا نص كوباية لسان عصفور، ومعايا توم، ومعايا هنا عصير طماطم. عصير الطماطم حاطه فيه فلفل، فلفل اسمر، نص قرن فلفل حامي، مكعب ماجي. هنروح بقى على البوتاجاز. معانا بقى هنا معلقتين زيت او سمنه او زبده اللي يعجبك، بس احنا عايزينها اقتصاديه فهنحط معلقتين زيت. اول ما يسخنوا هننزل بالبصل اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هننزل بالبصل اول ما البصله تاخد لون ذهبي كده حلو هننزل بالثوم. معايا معلقه ثوم مفرومه. اول ما البصله اول ما تاخد لون اهو يا حبايبي الصلصه خلاص غليت غلوتين. هننزل بالفول عشان يستوي. هيغلي غلوتين وهنشوف هنعمل ايه تاني. لسان عصفور شرب الميه بتاعته، هنزل بقى بيه. هنزل بيه على الفول زي ما انتم شايفين كده اهو يا حبايبي. كده احنا حطينا لسان العصفور على الفول. هنسيبه بقى يستوي على نار هاديه وهوريهولكم لما يستوي. اهو يا حبايبي وادي الفول بلسان العصفور لما استوى. عملنا جنبيه بتنجان وقوطه مخلله، وعملنا بطاطس، سلطه بطاطس. بسم الله ما شاء الله. اهو الفوله دايبه اهي، ولسان العصفور مستوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رايكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله.